بصوا كده على الثلاث مجموعات اللي قلبوا اللعبة. اللافقاريات البحرية، الرخويات زي الأمونيات الأبونايتس بقت معقدة أكتر وبدأت تنتشر في المحيطات، والقشريات زي ثلاثية الفصوص الترايلوبايتس استمرت بس بقت متخصصة أكتر في أدوار معينة، وبدأنا نشوف أول ظهور واضح للقشريات الحديثة زي السرطانات المبكرة. المجموعة الثانية الأسماك الأولى. قبل كده الفقاريات اللي موجودة كانت بدائية جدا، لكن في الأردوفيشي الأسماك عديمة الفك الجولز فيش زي الأوستراكوديرم بدأت تظهر. ممكن ما تكونش أحلى حاجة تتشاف، بس كانت خطوة كبيرة جدا في تطور الفقاريات، عشان كده خلونا نرجع نتكلم عنهم بالتفصيل كمان شوية. المجموعة الثالثة الشعب المرجانية الأولى والمجتمعات البيئية الجديدة. قبل الأردوفيشي ما كانش فيه حاجة اسمها حاجز مرجاني، لكن في الفترة دي الكائنات زي المرجان والأسفنج بدأوا يكونوا بيئات بحرية مستقرة، وده ساعد في تنوع أكبر للكائنات اللي تعيش حواليه. بس هل كل ده كان بسبب التطور الطبيعي بس؟ في نظريتين بيحاولوا يفسروا سبب الانفجار الحيوي ده. أولاً نظرية زيادة الأكسجين. واحدة من الفرضيات بتقول إن مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي والمحيطات زادت بشكل سمح للكائنات الحية بالنمو والتنوع أكتر، خصوصاً إن الكائنات الأكبر بتحتاج أكسجين أكتر. ثانياً نظرية التغيرات في مستوى البحر. مع ارتفاع مستويات البحر ظهرت بيئات بحرية جديدة على الرفوف القارية، وده خلق مناطق أكتر للكائنات تعيش فيها. تخيلوا الموضوع كأنكم فجأة زودتوا عدد البيوت في مدينة، فبقى في فرصة لأعداد أكبر من السكان وأدوار جديدة تتكون في مجتمع بيكبر واحتياجاته بتزيد.